ليه عقلك دايما أوقات كتير بيسيب المهم ويمسك في الحاجات التافهة؟ تعال نفتكر السيناريو ده أنا وأنت كده كنت ناوي تذاكر، رحت فاتح فيديو على اليوتيوب علشان يحفزك إنك تذاكر كويس، وفجأة لقيت نفسك سرحت في فيديوهات الطبخ وفيديوهات الأفلام لغاية ما اليوم كله فات. واحد تاني كان ناوي يشتغل على الكورس بتاعه اللي نفسه ينتجه ويطلعه للناس، بس قررت إنك تنظف الفولدرات اللي على اللابتوب بتاعك بقالها 20 سنة ما ترتبتش، بس حبكت دلوقتي ترتبها، وقلت إيه يعني كمان بالمرة أنظف اللابتوب بتاعي. ولا أنا كمان افتكرت إن أنا كنت كاتب نوتس من 20 سنة، يلا الوقت ده أحسن وقت إن أنا أراجع فيه النوتس دي. والحقيقة بقى إن دي مش مشكلتك لوحدك، ده نظام داخلي جوه دماغك، ولو عاوز تعرف وتفهم بالظبط ليه ده بيحصل تعالى وأنا هقول لك. واحد، لأن دماغك بطبيعتها بتكره الضغط. العقل البشري بيشوف أي مهمة كبيرة أنت قررت تاخدها إن هي نوع من أنواع تبديد الطاقة اللي جواه، فبيحاول يهرب منها لحاجة سهلة ومريحة تاخد منه طاقة أقل. اتنين، لأن الدوبامين سيستم بيكافئك على التاسكات والحاجات اللي ليها نتائج سريعة. على فكرة الدوبامين ده اللي هو الهرمون المسؤول عن السعادة زي ما بيقولوا، أو اللي بيحسسك بالراحة. يعني مثلا فتحت الواتساب، في شوية دوبامين ظهروا في جسمك، جالك نوتيفيكيشن من حد انت بتحبه، شوية دوبامين كمان. لكن الحاجة المهمة أو الكبيرة ملهاش مكافأة فورية، لأنها في الغالب بتاخد وقت طويل عقبال ما تحس بالنتائج بتاعتها، والمخ هنا بيبقى كسول يستنى كل الوقت ده علشان ياخد نتيجة أو دوبامين زيادة في الجسم. فالعقل بيقول لك خلينا في السهل. في دراسة من MIT بتقول الدماغ البشري بيميل إنه يختار المهام أو التاسكات الأقل أهمية لو كانت نتيجتها أسرع أو أسهل، حتى لو عارف إن في تاسكات تانية أو مهام تانية أهم بكتير. طيب إزاي تتحكم في دماغك بدل ما يفضل هو دايما اللي بيسوقك؟ واحد، قسم المهمات الطويلة لمهام صغيرة. تقسيمك للمهام الكبيرة في شكل مهام صغيرة ونجاحك فيها بيحفز عقلك إن هو يستمر لغاية ما يخلصها للآخر. اتنين، استخدم مبدأ اللي بيقول أول 5 دقايق. قول لنفسك أنا هشتغل على التاسك دي 5 دقايق بس، وبعد كده لو زهقت أو 90% من الوقت هتلاقي نفسك كملت بعد أول 5 دقايق عادي جدا. 3، امنع المغريات أو الحاجات اللي بتسبب لك ديستراكشن قبل ما تبدأ. وأنا هنا مش قصدي إنك أنت ما تفتحش الواتساب وأنت شغال، لا، أنا قصدي إنك تقفله قبل ما تبدأ أصلا، لأن في لحظة ضعف عقلك هيغلبك ويقول لك دقيقة بس أشوف النوتيفيكيشن بسرعة، وفجأة تلاقي إن الدقيقة دي بتخش في ساعة وساعتين لغاية ما اليوم يبوظ خالص. قولي بقى في الكومنتات بصراحة ايه اكتر حاجة دماغك بتهرب لها لما يكون عندك مهمات مهمة محتاجة منك انك تقعد وتخلصها. السلام عليكم.